جيتكم اليوم بوصفة لبنيون بريستيج اللي حطيته البارح وكامل عجبكم. قلتوا لي مدينا طريقة التحضير بالتفصيل ومكونات بالضبط. يلا معايا نوري لكم كيفية تحضيره. للحشو نسحقوا كيلو تاع مكسرات تكون ملحية، انا نستعمل لوز، كيلو تاع بسكوي يكون ملحي، كيلو من القفيض يكون ملحي كذلك، 2 معالق من المارغرين، حلوة الترك حوالي 150 غرام. راح نطموها بالكراميل تاع طوفيا كيما راكم تشوفوا. بعد نذوبو الشوكولا في حمام مائي، انا نستعمل شوكولا بلون. استعملت هذا المول اللي يجي شكله دائري، ماشي شرط تستعملوا هذا، تقدروا تستعملوا اللي شكله على شكل قلب اللي راهو توندونس راهو داير حاله. انا استعملت هذا، كان عندي مقبل ما حبيت نشري، اذا ندير طبقه خفيفه من الشوكولا، نديرو داخل الفريجيدير يبرد نعاود نولو ليه. بعد ما جمدت الشوكولا ضفت الحشو وضفت القطع من الجوز والكراميل، مع الاخر ضفت الحشو كيما راكم تشوفوا. وباقي الحشو شكلته كيما يشكلوا بنيون، غطسته في الكراميل. بعد في كنافة حتمت قرماشة البنيون. بعد ذوبت شوكولا اوري في حمام مائي، وجبت هذا المول على شكل وردة كديكور فقط. للتزيين طيبت صابلي على شكل دائري. ديكورة البنيون في الوسط باللوز، لصقتهم الشوكولا، وفي الأطراف درت أوراق الذهب، في الوسط درت لي فلوغ كيما راكم تشوفوا، جا شكله بزاف شباب. مع الآخر وضعت بنيون فوق الصابلي، لصقته بكمية من الشوكولا. وهذه هي النتيجة النهائية، بسم الله ما شاء الله، جا شكله بزاف شباب. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفة، جربوها وبصحتكم. مع السلامة، مع وصفة أخرى.